المكمل الأعظم في التاريخ، أكتر مكمل اتعمل عليه أبحاث في الدنيا، المكمل اللي هيفيدك، المكمل اللي هيجلب الحبيب ويشيل من عنك كل الأمراض ويساعدك إن أنت تبقى أقوى واحد في الدنيا، المكمل الأشهر في عالم كمال الأجسام بعد الواي بروتين وهو الكرياتين. لازم تبقى عارف ان حلقه النهارده احنا هنتكلم عن الكرياتين بكل حياديه مش بافواره. الحلقه الجايه اللي ممكن تبقى خلال الشهر ده او بعد عيد الفطر او يمكن نعيد بيها في العيد هتبقى تحاليل لاول مره جميع او مش جميع قوي، حوالي 8 ل 10 منتجات كرياتين محليين الصنع ومستوردين، ونسبه الكرياتين فيهم وهل هم كرياتين ولا هم سكر بودره. ولكن النهارده هنتكلم علميا عن الكرياتين وهل هو فعلا مفيد وكل الابحاث اللي اتعملت عليه دي تمام ولا في الامر ان. يلا بينا. بفكرك بعروض رمضان والعيد من دايت اند تشيت على جميع باقات التدريب الاونلاين. تقدر تستفيد بخصومات كبيره جدا لو بعت لنا على رقم الواتساب اللي ظهر قصادك على الشاشه او اشتركت من خلال موقعنا علشان توصل لاحسن نسخه من نفسك زي الاف العملاء اللي ظاهرين قصادك دلوقتي على الشاشه. الكرياتين هو مجموعه من الاحماض الامينيه اللي مش بتدخل في البناء العضلي ولكن هي بتساعد في انتاج الطاقه. عامه الكرياتين الجسم بينتجه وموجود في اكل كتير زي اللحوم والاسماك ومعظم انواع البروتين، وده بياخدنا لاكبر خدعه في موضوع الكرياتين، ان الكرياتين غالبا لو انت بتاكل ومدخل نسبة بروتين مظبوطة غالبا ممكن يبقى كافي، لانك حط في الاعتبار ان جسمك كمان بيصنع نسبة كرياتين وده اللي هنتكلم عليه قدام في الحلقة. ولكن لو انت بتلعب رياضة بشكل مستمر وانواع معينة من الرياضات اللي هنتكلم عليها برضو ساعتها ممكن يزيد شوية احتياجك من الكرياتين، وهنا ممكن يبقى مفيد ليك كمكمل. بس هو اهم للناس النباتيين او الناس اللي ما بتاكلش نسب لحوم واسماك بشكل كافي. لكن ما تقوليش ان انت بتدخل 400 جرام صدور فراخ ولا 600 جرام صدور فراخ زي ما ناس كتير من اللي بيدخلوا الجيم بيعملوا وتقول لي كمان انا عايز ادخل معاهم كرياتين. ما هو مش بالزياده. ولكن في ملحوظه مهمه جدا اتكررت مع عدد كبير قوي من الناس اللي انا اعرفهم والعملاء، ان هم بياخدوا كرياتين بنسب كبيره جدا وما بيحسوش باي فرق او زياده عن قبل استخدامهم للكرياتين. الناس دي بقى اللي بيتقال عليهم النون ريسبوندر للكرياتين او الغير مستجيبين للكرياتين. وفي دراسات كتير اتعملت على الناس اللي مش بتستجيب للكرياتين، واشهرهم دراسه اتعملت سنه 2004 قالت ان من 20 ل 30% من مستخدمين الكرياتين كمكمل عضلاتهم مش هتستجيب ليه علشان هم اصلا عندهم مخزون كرياتين طبيعي عضلاتهم بتنتجه زائد اللي بياخدوه من الاكل بيبقى كافي جدا، واللي بياخدوه زياده حرفيا ما بيعملش اي حاجه وملوش اي 30 لازمه. هو ده بالظبط صاحبك اللي انت بتقول عليه انه جيناته حلوه وتلاقيه بيبان عليه الجيم بسرعه. ثالث حاجه واللي لازم تلتفت ليها هي ايه نوع الرياضه اللي ينفع معاها اصلا الكرياتين. اغلب الرياضات اللي بتعتمد على الانديورنس او قوه التحمل، ولو انت داخل الجيم بهدف تدريبي اللي هو الانديورنس او ان انت تزود قوه تحملك وبتتمرن بتكرارات كتيره علشان الهدف ده، مش بتتمرن بهدف الهايبرتروفي او زياده الكتله العضليه، فغالبا انت الكرياتين ما ينفعش. وده كمان ينطبق على الناس اللي بتجري ماراثون واللي بيلعبوا عجل لمسافات طويله او اي رياضه بتاخد وقت طويل ومجهود مستمر لمده كبيره. ولكن بينفع للناس اللي محتاجين طاقه كبيره في وقت قليل جدا، زي مثلا لاعبين الباور ليفتنج اللي بيرفعوا يا دوبك رفعه واحده بوزن تقيل قوي. وقبل ما اقول لك ليه خليني افكرك بجمله اكيد سمعتها عن الكرياتين، وهي ان الكرياتين بيحبس ميه جوه العضلات. طب انت عمرك سالت نفسك هو الموضوع بتاع حبس الميه جوه العضلات ده مفيد اصلا ولا لا؟ الموضوع ده هيبقى مفيد لو انت بتدور على الشكل والحجم العضلي بس زي البادي بيلدرز مثلا، ولكن ابدا ده ما ينفعش مع رياضات تانية كتير تعتمد على القوه الحقيقيه او الاداء الرياضي او المجهود البدني العالي او الناس اللي بتحتاج ان هي اصلا تبقى خفيفه بشكل ما وعضلاتها خفيفه اثناء ممارسه الرياضه بتاعتها دي. طيب انت شخص بينطبق عليك كل الشروط اللي احنا قلناها والكرياتين بيجيب معاك نتيجه وبتلعب رياضه بهدف ان انت حجمك العضلي يزيد وبتلعب بهدف تدريبي الهايبرتروفي وكل الكلام ده ينطبق عليك وتمام التمام، خليني اقول لك ان الكرياتين ليه سقف وسقفه قريب جدا، وبتلاقي نفسك الكرياتين وصل للبلاتو ومش هيحقق لك اي نتائج مرجوه ازيد من كده. والكلام ده مش كلامي، ده كلام دراسه اتعملت في 2018 عملت على مجموعه استخدمت الكرياتين
وان التطور اللي الكرياتين حققه لهم في اول فتره توقف تماما عن الزياده بعد مده اكبر من استخدامهم للكرياتين. فالموضوع بتاع الكرياتين مش زي ما بيصوروا لك وبيسوقوا لك ان هو المكمل السحري الخارق اللي كل الناس لازم تاخده، لكن الموضوع تاثيره مينيمال ومش هيجيب مع كل الناس. والكرياتين مش بهذه الروعه اللي انت متخيلها، ده لو انت قدرت توصل له بشكل مضمون. ولكن الكارثه الاكبر ان في ناس كتير بتضرب الكرياتين وبتخلطه باشياء تانية، وفي كرياتين صيني وكرياتين الماني وانواع كتير قوي هنتكلم عليها في حلقه تحليل الكرياتين اللي هتنزل قريب جدا، وهنحلل فيها منتجات كتيره جدا من السوق المحلي. فزي ما رسالتنا دايما بنقولها بشكل واضح وصريح، الطبيعي قوي يكسب. كل واستخدم المصادر الطبيعيه فقط. ولو انت حابب تجرب استخدام الكرياتين، من تفضيلاتنا الشخصيه ان انت تجيب كرياتين كيريا بيور، مصنع الماني بيدي شركات موثقه ومعتمده في بلادها، ومش هتلاقي حد حاطط علامه كيريا بيور كده اعتباطا الا ولو المنتج بتاعه مسجل. ومن افضل واضمن الشركات المصريه اللي بنثق فيهم في دايت اند تشيت هي شركه ماكس ماسل بمنتجاتها اللي فيهم منتجات كيريا بيور. وبرضه من المنتجات المصريه اللي اخذت اللايسنس بتاعت الكيريا بيور هي شركه ايفولف. فلو انت حابب قوي وطالبه معاك قوي تجيب كرياتين، فاظن ان دول هيبقوا افضل مصدرين ثقه تجيب منهم الكرياتين بتاعك. ولو انت بره مصر تقدر تجيبه من على موقع sporter.com، وايا كان ايه من اللي احنا ذكرناهم تقدر تستخدم كود خصم DC10 على موقع اي شركه من الشركات الثلاثه اللي احنا بنثق فيهم. ولكن في الاساس رساله واضحه، اعتمد على الاكل، ده افضل لك واحسن لك كتير. انا مش جاي اسوق لك ولا جاي اسوق للشركات دي، احنا بنقول للناس اللي عايزه وخلاص هففها الشوق، دول افضل شركات تقدر تجيب منهم كرياتين موثوق. لكن في الاساس خليك في الاكل وهتحقق نتائج. كل ونام واتمرن مظبوط وهتشوف افضل نتائج ممكن تشوفها في حياتك.